اهلا بيكم حلقه جديده من فنجان قهوه. موضوعنا النهارده موضوع مختلف شويه واول مره نتكلم فيه، وهو الامراض النفسيه الوراثيه. يمكن ناس يعني كتير بتفتكر في موضوع الامراض الوراثيه دي ان هي الامراض بس الجسديه او المشاكل العضويه، لكن حتى الامراض النفسيه فيها برضو امراض وراثيه، او ساعات بنقول كمان استعداد جيني بنسمعها كتير، ويمكن انتوا بتسمعوها كتير في حلقاتنا لما بنتكلم على مشاكل او بعض الاضطرابات النفسيه. بنقول انه بتبقى مثلا الشخص ده عرضه انه يطلع زي اهله لانه عنده الاستعداد الجيني. ممكن ما تبقاش الناس فاهمه قوي يعني ايه الاستعداد الجيني انه ياخد الحاجه دي من الاهل او حد من الاسره، لكن ده بيبقى موجود. وزي ما شفنا برضو في الدراما ساعات وفي الاعلام بنسمع برضو كتير على انه القرايب مثلا لما بيتجوزوا بعض بتعمل مشاكل وبتأدي لانه لو في مشكله نفسيه او مرض او اضطراب نفسي في العيله دي ممكن يبقى الاحتمالات اكبر انه الاولاد ياخدوه. عشان كده في بعض الناس بتتفادى ان هم يتجوزوا قرايب من بعض. هنفهم صحه الكلام ده كله، هنفهم ايه هي الامراض الشائعه ان هي ممكن تبقى وراثيه او الاحتمالات فيها اكبر انه تتورث للاولاد او جوه الاسره. هنفهم من ضيفنا اللي مشرفنا دكتور محمود الجندي، اخصائي الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور معانا. دكتور، في البداية الأول نشرح حتة اللي أنا قلتها في المقدمة عشان بنقولها كتير قوي في حلقاتنا، وهي الاستعداد الجيني. يعني في أمراض ممكن يبقى مرض معروف في العيلة وإن هو مرض وراثي نفسي أو اضطراب نفسي أو مشكلة مرض عقلي مثلا، لأن الناس على طول مخها بيروح لده. لكن في حاجات تانية بتبقى مجرد استعداد جيني، الظروف اللي حواليه المحيطة بيه بتهيئه أو بتزود الاحتمالية إنه ياخد الحاجة دي. فتشرح يعني إيه استعداد جيني الأول. تمام. في البداية حابب أوضح عشان نقول إن مرض ما ده مرض وراثي. الجينات أو المادة الوراثية دورها إيه في انتقال الأمراض؟ الجين أو المادة الوراثية إما إنها تكون محددة وفاصلة في ظهور المرض. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مجرد وجود الجين عند أب واحد أو أحد الأبوين كافي لظهور المرض في الأطفال. تمام؟ زي مثلا الأنيميا البحر الأبيض المتوسط. تمام؟ ده مرض جيني وراثي. العامل المحدد والفاصل في ظهور المرض فيه هو الجين فقط. تمام. والامراض دي بتبقى متوقفه على مجرد جين واحد بس. تمام. بالنسبه بقى لكلمه استعداد جيني، هل الامراض النفسيه وراثيه ولا مش وراثيه؟ هي مش وراثيه بمعنى انها مش متوقفه فقط على الجينات او بيحددها جين واحد، مجرد وجوده يبقى دوت حتمي هيظهر في الاطفال المرض. ولكن كل ما لقوا ان كل ما زادت درجه قربك من الشخص المصاب بالمرض ده بيزود من احتماليه اصابتك بالمرض. لكن النسبه ديت ما هياش كبيره بالدرجه ان احنا نقول ان المرض النفسي دوت هو الحد الفاصل فيه الوراثه. فكلمه استعداد جيني معناها ايه؟ معناها ان انت عندك جين او مجموعه من الجينات، وده الغالب في كل الاضطرابات النفسيه، مجموعه من الجينات ديت في ظل وجود عامل ضاغط محدد من البيئه او ظروف معينه ممكن الجين دوت يحصل له تفعيل، فبالتالي دوت يؤدي لظهور المرض. تمام. لكنه لوحده مش كفايه ومش حتمي في ظهور المرض، البيئه بتتدخل، ودوت في كل الاضطرابات النفسيه. فهل الامراض النفسيه وراثيه؟ الامراض النفسيه وراثيه بمعنى ان كل ما زادت درجه قربك من الشخص المصاب زادت احتماليه ان انت تصاب. لكن هل النسبه ديت اكيد بنسبه 100%؟ لا، لازم وجود عوامل تانية اخرى في شخصيتك، في المجتمع بتاعك، في الظروف اللي انت بتتعرض لها والضغوط اللي بتتعرض لها عشان تؤدي لظهور المرض. لكن لو ليك قريب عنده الاضطراب دوت فانت نسبه حدوث المرض ليك اعلى من الشخص اللي ملوش قريب مصاب بالمرض ده. ما عندوش قريب. فده معنى الاستعداد الجيني، ان انا عندي الجين لكن لازم يحصل ظرف معين، ضغوط معينه تؤدي الى تفعيل الجين دوت عشان الاضطراب دوت يظهر. طيب، زي ما كنت بقول يا دكتور برضو انه شفنا في افلام قبل كده، يعني افلام اتعملت في افلام كتير، فكره انه في مرض مثلا عقلي او مرض نفسي، بتلاقي من انه الاسره نفسهم بيبداوا يقلقوا او يفكروا في حته انه لا مش هنتجوز من بعض عشان ده ممكن يسبب ان اولادنا يطلعوا عندهم المشكله دي. ايه مدى صحه بقى الفكره دي؟
هو دوت ما بينطبقش على الامراض النفسيه بس، بينطبق على كل الامراض اللي في الطب. ليه؟ احنا طبعا بنتكلم عن نفسي، الناس مش بالظبط. متخيله ان النفسي ممكن يبقى زيه زي الامراض الجسديه، زي اللي عنده قلب، زي اللي عنده. الاضطرابات النفسيه اللي بيحددها الجينات والبيئه، وليست مم. البيئه فقط، لازم وجود جينات. جينات. تمام. هي الفكره في ايه؟ ان انا كل ما هكون من نفس الاسره، كل ما افراد الاسره هيشتركوا في المحتوى الجيني بتاعهم. يعني انا الماده الجينيه بتاعتي قريبه من الماده الجينيه بتاعت اختي، قريبه من الماده الجينيه بتاعت ابن عمي وبنت عمتي. مم. تمام. بخلاف حد غريب. فانا لو عندي مثلا جين بايظ، وابن عمي عنده، او ابن عمتي او بنت عمتي عندها جين تاني بايظ، فدلوقتي جين تاني مش لازم نفس مش الجين. لازم نفس الجين. مم. دلوقتي الاطفال هياخدوا جينات مشتركه بيني وبينها لو حصل جواز. مم. تمام. صحيح. فيبقى اللود او الحمل الجيني المحمل به الطفل دوت كبير، اكبر من ان انا لو مثلا ارتبطت بحد ما عندوش المشكله ديت، ما عندوش المشكله الجينيه ديت. مم. فبالتالي تبقى فرصه الطفل دوت انه يجيله اضطراب نفسي اكبر من فرصه الطفل اللي مولود من جواز مش من القرايب. مم. فهمتي؟ فانا كل ما هنتجوز كل ما يحصل جواز من القرايب، كل ما هتجتمع جينات فيها مشكله. طفرات اكتر، مم. ودوت بيزود من احتماليه ان الاطفال يجي لهم الامراض دي. مم. ففعلا حتى برضو زي ما بيحصل في الاضطرابات اللي في الامراض الباطنيه، نفس الكلام بينطبق على الاضطرابات النفسيه، لان زي ما قلت الاضطرابات النفسيه العامل الجيني مؤثر فيها في كل الاضطرابات بشكل النفسيه. كبير. طب يا دكتور، ما هو ممكن لو حد بيسمعنا دلوقتي الفكره دي اللي هي انه كذا جين يجتمعوا مع بعض فيزودوا احتماليه ان الاطفال يطلع عندهم مشكله. ما ممكن حد وهو بيسمع يقول لك طب ما انا ايش عرفني ان انا هتجوز حد من عيله تانية، العيله دي ما عندهمش برضه مشكله تانية او مش باينه، ما ممكن نتجوز بعض برضه ويحصل حاجه. هل فكره ان هم من عيلتين بس دول عندهم جين برضه فيه مشكله ودول عندهم جين فيه مشكله يعمل نفس الحاجه؟ وهل ده له اختبارات نقدر نعرفها ولا لا؟ هو في الخارج طبعا بيعملوا حاجه اسمها استشاره جينيه، بيقدروا ياخدوا عينه من ده وعينه من ده ويشوفوا هل في كومباتيبيليتي بين الاثنين ينفعوا يتجوزوا، مش هيحصل اي مشاكل او لا. لكن ببساطه شديده جدا انت بتراجع التاريخ العائلي ليك والتاريخ العائلي للبنت اللي انت عايز ترتبط بيها، هل في اضطرابات متشابهه موجوده ولا لا. يعني لا في حد في العائله هنا عنده اي اضطراب عقلي مشابه لاي فرد هنا من العائله عنده اضطراب عقلي، لو الموضوع دوت مش موجود ساعتها مفيش مشكله ان هو يحصل ارتباط. فدي ابسط حاجه، ابسط حاجه ان انت تسال وتعرف انت في العيله عندك هل ظهرت مشكله زي ديت، هل في حد في العيله عنده اضطراب عقلي، وانت برضو تعرفي، وهو لازم ينبهها لان في الاخر الضحايا هيكونوا هم الاطفال. دي امانه طبعا. بالظبط. وهي نفسها برضو مش هترضى ان اولادها يحصل لهم مشكله يعني زي احنا دي. مطالبين لما بيبقى في حاجه زي كده لازم من باب الامانه يبلغوا بالظبط الخاطب او الخطيب يعني. خاصه لو كمان المرض اللي هنا هو نفس المرض اللي هنا. فدي بيزود اكبر الاحتماليه بتبقى عاليه قوي. طيب دكتور، فكره برضو الاستعداد الجيني زي ما انت قلت يا دكتور، انه وكانه بيتفعل او كانه لو هنبسطه قوي يعني للناس وكانها حاجه كامنه، والظروف المحيطه بيه وطريقه النشأه والظروف اللي بيتعرض ليها والبيئه بتفعله او بتاكتيفيت الجين او الاستعداد الجيني ده. طيب ده لو قلنا يا دكتور مثلا بيحصل مع بعض الناس وبنشوفه، لكن في ناس تانية بنلاقيها ده ما بيحصلش حتى لو تعرضوا لنفس الضغوط. ايه اللي بيفرق من شخص عنده استعداد جيني لحاجه معينه وشخص تاني ممكن يبقى عنده برضه استعداد جيني بس ده بيتفعل وده لا؟ ايه اللي بيفرق بينهم؟ عوامل كتير قوي، التربيه والنشأة. تمام. يعني مثلا لو الطفل دوت نشأ في بيئة محبة، بيئة داعمة، بيئة بتدعم احتياجاته، بيئة بيعبر فيها عن مشاعره، وواحد تاني ما توفرش ليه الظروف ديت، شخصية دوت بتبقى أقوى وشخصية دوت بتبقى أضعف، فبالتالي تعاملهم الاثنين وتأثرهم الاثنين بنفس الضغط هيكون مختلف. تمام. صحيح. ففي عوامل كتير بتتدخل، النشأة، البيئة، حتى البيئة اللي هي داخل الرحم. يعني الظروف اللي انت بتتعرض لها، بمعنى البيئه ديت اول ما انت بتتكون جوه الرحم بالولاده بالنشأه لحد ما توصل لمرحله المراهقه والادلتهود او النضج. انت تقصد دكتور في الرحم يعني حتى الام شخصيتها مثلا لو عصبيه او لو ام هاديه او حوالين البيئه حوالين الام الحامل دي في صخب، في مشاكل، في توتر طول الوقت، لانه الابحاث طبعا اثبتت ان الجنين جوه بيوصل له كل ده وبيتاثر بيه وبيسمعه. بيوصل له اصل التوتر او القلق او الاكتئاب اللي بيوصل للام دوت بيخلي جسمها يفرز هرمونات ويخلي جهاز المناعه يستجيب بطريقه معينه، كل دوت بيعدي المشيمه ويوصل للطفل.
فده بيأثر على تكوينه العصبي، بيأثر على استعداده برضو الجيني لمواجهة الضغوطات والصعوبات بعد كده. يا دي واصله لكده كمان. بالظبط. مش بس كده، كمان ان الام مثلا تتعرض لعدوى، سوء التغذيه، ان الطفل يتولد بدري عن ميعاده، ان الام يكون عندها انيميا، كل دي عوامل بتتضافر وتتداخل بتأثر على الاستعداد بتزود الجيني. الاحتماليه اكتر. بالظبط. طب ايه اشهر بقى دكتور الامراض او الاضطرابات النفسيه او المشاكل النفسيه اللي ممكن تبقى وراثيه، ويعني واحتمال فيها كبير قوي انه تورث يعني؟ تمام. برضو بس عشان الناس ما تقلقش، مش عايزين نقول ان الامراض النفسيه وراثيه بمعنى انه الاب عنده المشكله مش ديت. بالضروره يعني. في اعلى الامراض النفسيه اللي بتعتمد في الاساس على الجينات، اللي هو الاضطراب الوجداني الثنائي القطب والفصام، احتماليه ان القريب اللي من الدرجه الاولى يصاب بالمرض دوت 10 اضعاف الشخص العادي. فلو الفصام مثلا هو نسبته في الطبيعي 1% في المجتمع العادي، بالنسبه للشخص لو ابوه مثلا او قريب من الدرجه الاولى عنده الفصام دوت، نسبته بتبقى 10%. فالنسبه بتتضاعف 10 اضعاف، وديت في اكثر الامراض اللي الجينات بتاثر فيها بشكل كبير، اللي هم الاضطراب الوجداني الثنائي القطب والفصام. بعد كده يجي اضطرابات القلق والادمان، وبعد كده يجي الاكتئاب. الادمان له دخل برضه بالاستعداد الجيني؟ الادمان الاستعداد الجيني فيه مهم جدا. يعني في اتنين مثلا، واحد عنده استعداد جيني وواحد لا، ده يجرب الماده المخدره وده يجربها، ده يبقى مدمن وده لا. دي ولا بالزبط. تيجي على بال حد خالص يا دكتور ان حتى موضوع ان حد يدمن او ما يدمنش دي ليها علاقه مخه ده، استجابه مخ الشخص دوت اللي عنده استعداد جيني بتبقى مختلفه تماما عن استجابه ده. استجابه مخه بتخليه يحب الماده اكتر ويبقى معتمد عليها. الشخص الثاني لا، مش هيحصل ده معاه لانه ما عندوش استعداد جيني. طيب، وفكره حضرتك قلت امراض القلق والتوتر، يعني الاكتئاب بالذات الهلع، القلق والتوتر، بالذات الهلع، اضطراب الهلع اكتر اضطراب في اضطرابات القلق كلها اللي بيورث، اللي هو بيسموه البانيك ديس اوردر. البانيك ديس اوردر. ده ليه بقى ازاي يا دكتور؟ ده ده احنا متخيلين يعني في ناس دلوقتي هتسمع كتير ستات، يمكن كمان انه مشهور في الستات اكتر، حضرتك تصلح لي برضو المعلومه دي، ان الستات بتصاب بيه اكتر من الراجل شويه، بيبقى بالنسبه لها اللي هو من كتر الستريس والضغوط، وان هي يعني معبأه باحمال وضغوطات كتير قوي جوه الاسره وبره الاسره. فيعني اصل اضطراب الهلع ان هو بيجي على هيئه نوبات، بيجي باعراض محدده وثابته، فمش سهل اي حد يتعرض لضغط هيخش في اضطراب هلع. تمام. لازم يكون عنده استعداد جيني. الاغلب والاعم هو اضطراب القلق العام، يعني انا بس يبقى عندي توقعات سلبيه عن المستقبل، متخوف دايما من اللي جاي، بحط الاحتمالات السلبيه اكتر. لكن الهلع دوت بيكون نوبه محدده بتبدا فجاه، حتى مش شرط انها تبدا بتريجر او مثير معين. ممكن الانسان يبقى قاعد طبيعي جدا ويجي له النوبه. طب والستات يا دكتور اللي بيجي لها، لان دي برضو بقت منتشره كتير، ستات يجي لها بانيك اتاكس، يعني اتاك لكن مش شرط يكمل معاه او تفضل مستمره فتره طويله، او ما بيقلبش ديس اوردر يعني اضطراب، بس بيبقى بيجي لها البانيك اتاكس دي في فتره او في مرحله من حياتها. ده بينطبق عليه نفس الحاجه، انه ده برضو حاجه اسمها حاجه جينيه، نوبه هلع واضطراب هلع. احنا عايزين نفرق برضه عشان الناس ما تمام. اضطراب الهلع دوت نوبه بتيجي بدون مثير، وبتتكرر كذا مرة على مدار فترات طويلة تمتد لشهور. وكمان يشترط ان بين النوبات ديت الشخص بيبقى متخوف ومتوقع حدوث النوبة، لدرجة ان هو يتوقف عن ممارسة أنشطة حياته اليومية العادية، وممكن كمان ما ينزلش من بيته خوفا من ان النوبة ديت تجيله. تمام. نوبة الهلع العادية ممكن تحصل لأي حد، يعني خليها كده قاعدة عامة، أي اضطراب نفسي أو أي أعراض نفسية ممكن تحصل لأي حد. فممكن تحت الضغط الشديد تيجي نوبة هلع، بس مش هتبقى مستمرة، مش هتبقى حاجة مزمنة. نتيجة ضغط شديد وتخوف من حاجة معينة وقلق معين تحصل نوبة الهلع دي، لكنها مش هتتكرر ومش هيكون مصاحب ليها خلل وظيفي أو خلل اجتماعي، ومش هتأثر على حياة الشخص. لكن هل نفس اللي هي النوبات العرضية دي اللي بتيجي مرات دي لو استمرت يا دكتور ومثلا لمده قد ايه ساعتها اقدر اقول او حد يتاكد ان انا دلوقتي دخلت في مشكله او بقى ديس اوردر، بقى اضطراب ومحتاج حد متخصص؟ يعني قد ايه المده؟ هل ليها مده معينه ان انا لو فضلت شهر بس بشرط انها تتكرر اكتر من مره على مدار اليوم؟ وما بين النوبات الشخص مش سليم تماما او ما بيشتكيش من اي حاجه، لا، ما بين النوبات الشخص متوجس خايف ان النوبه تجيله
مش قادر يشغل نفسه عنها او يشغل تفكيره عنها، وبالتالي بيحصل فيه تعطيل لحياته وتعطيل لوظائفه اليوميه. يعني لازم تبقى اثرت على طريق ادائه الوظيفي ووظائف بالظبط كده. اليوم الطبيعي اللي بيتعامل فيها، وده شرط عشان اساسي يبقى في كل قلب الاضطرابات اضطراب. النفسيه. طيب دي اشهر الحاجات يا دكتور. هل في حاجات تانية، امراض تانية برضو ممكن نقول ان هي يعني امراض نفسية وراثية او الناس تاخد بالها منها؟ انا زي ما قلت اكتر مرض بيعتمد على الوراثه، وبالتالي ممكن ينتشر في العائلات وبسهوله ينتقل مثلا من الاب لاولاده، هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، يليه الفصام. لكن بشكل عام كل الاضطرابات النفسيه الوراثه جزء منها، الجينات جزء اساسي منها. لازم وجود جين مع عامل محفز من البيئه عشان يظهر المرض. وده معناه ايه؟ معناه ان انا حتى لو الاب او الام عندهم، حتى لو الاثنين عندهم نفس الاضطراب، عندهم الجين المسبب للمرض ونقلوه بالفعل لاطفالهم، مش شرط خالص ان الطفل يحصل له الاضطراب. مش بالضروره يعني. مش بالضروره خالص ان الطفل يحصل له الاضطراب، لازم تتوفر ظروف معينه تهيئ لان الجين دوت يتفاعل فيظهر المرض. طب بالنسبه يا دكتور للاضطرابات الشخصيه بقى، يعني البيرسوناليتي ديس اوردرز اللي بنتكلم كتير فيها في حلقاتنا، ودلوقتي بقت ناس كتير قوي في المجتمع بتسمع الشخصيات دي والانماط دي، زي النرجسيه، زي الحديه، زي الحاجات دي، وناس كتير بقت واعيه للاضطرابات دي وفاهماها. فبرضه بنخش في الحته دي الجدليه بتاعت هل الاضطرابات الشخصيه دي اصلا مرض نفسي ولا مش مرض، ولا دي حاجه ليها علاقه بالتنشئه فقط ولا لا، ولا استعداد جيني برضو؟ وهل بقى لو ده في استعداد جيني كمان ده برضو بيورث، او الاحتماليه بتزيد انه مثلا حد نرجسي ولاده لازم يطلعوا، او مش لازم زي ما بنقول، يعني ممكن وارد الاحتمال يزيد ان ولادهم يطلعوا نفس الحاجه؟ حد عنده الاضطراب الشخصيه الحديه، يعني كل الحاجات دي بتصنف ايه بقى من ناحيه الوراثه؟ بصي، هو منظمة الصحة العالمية قالت لك ايه؟ أي مرض في الدنيا بما في ذلك الأمراض والاضطرابات النفسية لازم تتوافر 3 عوامل عشان المرض يحصل. اللي هو بيسموه البايو سايكو سوشيال موديل، أو الموديل البيولوجي والنفسي والاجتماعي. لازم يبقى فيه عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية عشان المرض يظهر. ده شرط أساسي لحدوث كل الاضطرابات. فمثلا طفل معين ما عندوش استعداد جيني هيتعرض لظروف قهريه فمش هيطلع عنده اضطراب الشخصيه. واحد تاني اتعرض لنفس الظرف بس عنده الجينات اللي تهيئه ان هو يبقى عنده اضطراب الشخصيه، هيظهر عليه اضطراب الشخصيه. تمام. فسؤال ان انا دلوقتي عندي الاضطراب دوت او عندي اضطراب الشخصيه، هل انقله لاولادي او لا؟ الفكره ان الطفل دوت عشان يظهر عليه المرض ده مش متوقف عليك انت بس. يعني مش هو ده السؤال اللي فعلا محتاج تسأله لنفسك، ازاي اقدر احمي ابني حتى لو هو الجين عنده من ان هو الجين دوت يتفاعل ويظهر عليه الاضطراب. لان هو مش شرط خالص ان انا يكون عندي انا الجين او الجينات، هو مش جين واحد، الجينات المسببه لظهور الاضطراب دوت ونقلته لابني ان دوت معناه ان هو هيظهر عنده. لان حتى في الفصام لو 2 توأم متماثل اللي هو جيناتهم واحده، جيناتهم حرفيا واحده، الجينات دوت هي الجينات ده، واحد فيهم عنده فصام، التاني احتماليه ان هو يجي له فصام 50% بس، مع ان جيناتهم واحده، رغم ان نفس الجينات، مش 100%، 50% بس. فالجينات ليها دور، بس هي مش العامل الاساسي او المحوري في ظهور الاضطراب. هي بقى البيئة زي ما انت قلت يا دكتور، وطريقة التربية والتعامل والضغوطات اللي بيمر بيها. طب بس انا عايزه ارجع لحتة الاضطرابات الشخصية دي، لان يا دكتور فيها جدل كبير قوي، فكرة انه هل ده مرض نفسي اصلا ولا لا؟ يعني فبالتالي انا هتكلم فيه كحاجة وراثية او لا، هو اصلا يصنف مرض ولا اضطرابات الشخصية دي ما هياش تعتبر مرض؟ لان لو دخلنا في حتة احنا بنقول مرض تبقى معناها ان الشخص النرجسي المؤذي ده مثلا او السايكوباتي غصب عنه بقى غير مسؤول، مش مسؤول بشكل كامل عن تصرفاته، لان هي داخله فيها جزء مرضي ملوش علاقه بيه، غير واعي ليه يعني. فبنخش في الجدل ده، فعايزين نحسمه، لانه بنعاني دلوقتي كتير قوي من موضوع الشخصيات. انا اديكي مثال بسيط. الشخص المدمن ده شخص مسؤول عن تصرفاته ولا لا؟ الشخص المدمن اللي عنده دوت اضطراب، ايه شكل الاضطراب اللي عنده؟ اللي عنده حاجه اسمها كريفنج او اشتياق للماده دي. تمام. احتياجه للماده ديت
يعني ممكن يكون 10 اضعاف الشخص العادي، فهو معتمد عليها اعتماد نفسي واعتماد فيزيائي. لكن السؤال هنا، هل في حاجه تمنع الشخص دوت ان هو يطلب المساعده ويطلب العلاج؟ لا. فهو مسؤول عن تصرفاته. مم. يعني حتى الشخص السيكوباتي والسيكوباتيه او اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع هي اضطراب نفسي، لكن قانونا الشخص دوت يحاسب على بالظبط. افعاله. هو شرعا وقانونا مسؤول عن هو تصرفاته. يحاسب على افعاله. هو يختلف عن الطبيعي في ايه؟ ان هو ما بيحسش بالذنب، بيتلذذ بإيذاء الآخرين، بيفكر في نفسه وفقط، متعته رقم واحد، ما بيقدرش يكون علاقات مع الناس، ما بيتفاعلش وما بيتعاطفش مع الآخرين، لكنه عارف عواقب أفعاله وعارف إن في علاج وعارف طريق العلاج، فهو لا زال مسؤول عن التصرف. عنده اضطراب، بيحس إحساس مختلف عن الناس طبيعي، بيفكر بطريقة مختلفة، وده اللي مخلينا نقول عليه اضطراب، لكنه لا زال مسؤول عن تصرفاته، لا زال مستبصر لأنه مش فاقد للأهلية. أيوه. فهو اضطراب لكنه لا زال مسؤول عن تصرفاته لان في علاج، وهو يقدر يتوجه للحصول على العلاج ده، لان هو ساب نفسه لده، هو بقى اختار ان هو بالزبط. يسيب نفسه ويكمل على كده ويكمل في اذية الناس، او انه لا يعني هو واعي لان هو بيعمل حاجات بتأذي الناس. بالظبط مش كده يا دكتور؟ طيب انا للاسف وقتي انتهى يا دكتور، بس يعني برضو ممكن ندي تip كده سريعه جدا يا دكتور من فكره بقى الامراض الوراثيه والحاجات دي، ايه النصيحه اللي ممكن تديها للناس عشان نتفادى ده بشكل سريع؟ لو انت بفرض ان انت عندك اضطراب نفسي او في العيله في اضطراب نفسي وانت عايز تحمي اولادك من ان هم يحصل لهم حاجه زي ديت او يصابوا بالاضطراب ده، اول حاجه لو انت عندك اضطراب نفسي لازم تعالجه، لان اللي هيضر اطفالك مش جيناتك، اللي هيضر اطفالك مرضك نفسه، لان مرضك نفسه ممكن يخليك تتجاهلهم، ممكن يخليك تتعامل معاهم معامله سيئه، تتعامل معاهم بعنف وتهملهم، فممكن اضطرابك نفسه يضرهم اكتر. ثانيا لو انت اتعالجت. ثالثا لو وفرت لاطفالك احتياجاتهم الاساسيه، احتياجاتهم الاساسيه من الاكل والشرب والرعايه، احتياجاتهم الاساسيه من الاحساس بالامان، وفرت لهم التعليم المناسب، حسستهم بالحب الغير مشروط، كل العوامل دي بنسميها بروتكتيف فاكتور، عوامل حمايه ضد ان هم يصابوا باضطراب نفسي، لان حتى لو هم ما عندهمش الجينات اللي تخليهم يصابوا باضطراب نفسي، صحيح، وكانت البيئه ما هياش بيئه داعمه، كانت بيئه مؤذيه، بيئه قاسيه، ما فيهاش حب، ما فيهاش عواطف، هيطلعوا برضو عندهم اضطرابات نفسيه، واحتمال كمان احتماليه اصابتهم بالاضطرابات النفسيه تكون اكثر من اللي عنده جينات. صحيح. فطبعا لو مش عارفين نساعد نفسنا يا جماعه، لان احنا مسؤولين عن اجيال جايه اللي بنعاني دلوقتي، الناس بتعاني في علاقات وبتاع، لانه بيبقى بسبب الاهل اللي مش عارفين يتصرفوا صح، فيلجأوا لحد يساعدهم بالزبط. ودايما نصيحتنا ان احنا نلجأ للمتخصصين، هم اللي هيساعدونا اكيد. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمود الجندي، اخصائي الطب النفسي، شكرا لك يا دكتور. بشكر كل مشاهدينا، والى اللقاء اخر وحلقه جديده وموضوع جديد من فنجان قهوه.